أفرجت السلطات الإسبانية عن آلاف الوثائق التاريخية التي تؤثث رفوف الأرشيف الإسباني لعقود مضت. المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كشف أن المملكة المغربية قدمت طلبا لعدة دول مختلفة لتسليمها الوثائق التي يتم الاحتفاظ بها في أرشيفها والتي تتعلق بالمملكة المغربية. الطلب المغربي لقى استجابة من عدة دول، منها فرنسا التي سلمت المملكة أكثر من 2.5 مليون وثيقة ذات صلة بتاريخ المغرب. تركيا بدورها لم تبدي أي امتناع في الاستجابة للطلب المغربي، في حين سلمت روسيا 7000 وثيقة تتضمن جزءا من تاريخ المملكة. الذاكرة الصحراوية أو تاريخ الصحراء الحديث هو ما تخبئه الوثائق الإسبانية المسلمة للمغرب في أرشيف المملكة الإيبيرية. يضم آلاف الوثائق المتعلقة بالصحراء المغربية ترتبط بالحقبة الزمنية للوجود الاستعماري ما بين 1884 و 1975، من بينها وثائق يكتنفها طابع السرية قد تقدم أجوبة عن أسرار تاريخية لم يفصح عنها إلى زمننا هذا، وأسئلة طالما بحث المغرب وأهل الصحراء المغربية عن أجوبة لها، وفي مقدمتها المصير الذي حل بالمناضل محمد سيدي إبراهيم بصري، والذي تم اختطافه سنة 1971 على إثر احتجاجات شهدتها مدينة العيون تطالب بجلاء الاستعمار الإسباني. شكرا لكم على الإصغاء والمتابعة. يمكنكم الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك أسفل الفيديو مع الوصف للتوصل بجديد الأخبار.